بيقولوا إنه التخصص هو أساس النجاح. يعني بدك تصلح كهرباء بتجيب كهربجي، وإذا مرضت بتروح لعند حكيم، وإذا بدك تعمر بيت لازم وجود مهندس. هذا الكلام بالمنطق، بالفيزياء، بالطب، وبيمشي باليابان، بجزر الكناري، وبإفريقيا. بس عنا بسوريا الموضوع مختلف تماماً. اللي رح نحكي عنه اليوم هو ظاهرة علمية خطيرة ما لقيت إلها تفسير لا بهارفارد ولا بإكسفورد. اسمها السوري بيفهم بكل شيء. يعني إذا واجهته شي مشكلة أو صعوبة فوراً بيتحول لبروفيسور بمجال المشكلة، وبتصير كل مواهبه تنصب بهذا المجال، وبالتالي قادر يعطي تحليل وحل. مثلاً جرب تكون قاعد بجمعة رفقات وتقول عم يوجعني راسي، فجأة بتتحول القاعدة لمؤتمر طبي عالمي. هذا اللي بيحلل لك سبب وجع راسك ومنشأه ومضاعفاته، وهذا اللي بيوصف لك الدواء المناسب، واللي بيدخل لك بمجال الطب البديل وبيعطيك وصفات ونصائح. لأن السوري وشو ما كان اختصاصه أكيد بيعرف بمفعول الدواء أكثر من الصيدلاني اللي دارسه 5 سنين وضاع عمره بين المركبات والعقاقير. وإذا كنت راكب السيارة وطلع فيها صوت غريب، كل اللي معك بيصيروا خبراء ميكانيك حتى لو ما بيعرفوا يسوقوا، وبيصيروا يعطوك سبب المشكلة مع حزة الراس تبع الثقة. أما بالتقنيات فالسوري تغلب على أهم العلماء لدرجة إنه ممكن يعطيك منحنى هبوط الأمبير بالنظر، ودائما بيعطيك تحليلات تخصصية أكثر من الاختصاص بذات نفسه. شايف اللي الدعم ترجو؟ يمكن الشاحن عم يعطي كهرباء وهمية. كهرباء وهمية يا ظالم، هذا المصطلح لحاله بده جائزة نوبل بالخيال العلمي. بس الصراحة السوري قادر يصلح الغسالة بشقفة مطاطة، وكمان قادر يخلي الراوتر يشتغل بوصلة شاحن موبايل، وإذا انقطعت المي بيخترع فيزياء سوائل جديدة بتخلي المي تطلع على الطابق الرابع بقوة الدفع النفسي. الصراحة نحن شعب مش فاهم زيادة عن اللزوم، ولا عنا مواهب خارقة بالفطرة، بس نحن شعب جبرته الظروف إنه يكون خياط وحكيم ومهندس طاقة بديلة بنفس الوقت. القلة بتولد الاختراع، ونحن ما شاء الله على القلة اللي عايشيننا عنا اختراعات بتكفي كوكبنا وكوكب المريخ كله. بس عن جد هاي القدرة العجيبة هي جزء من روح السوري، التكيف، الذكاء، وتدبير الحال. وهلق دوركم، مين أكثر شخص تعرفوه بيعمل حاله خبير بكل شيء؟ اعمل له منشن وخليه يعترف.